صباح أو مساء الورد على حسب وصول بذلك. حلقة النهاردة هتكون شوية عن التاريخ الحديث. هتكون على الحرب دخلت فيها مصر من أشرف وأشرس وأعنف الحروب اللي دخلتها. حرب سماها العدو الصهيوني حرب الألف يوم. كده احنا بنتكلم عن حرب الاستنزاف. حرب الاستنزاف قبل ما نتكلم عنها أحب أوصف حالة الجندي المصري ساعتها. الجندي المصري كان خارج من النكسة، خارج من رئيس تنحى، خارج من انسحاب غير مدبر، خارج من جميع عوامل نفسيته تبقى في الارض. طيرانه اتضرب على الارض، كان بيحارب عدو بقاله كتير جدا جدا، وانتصر عليه في معركة وسمى نفسه الجندي الذي لا يقهر. فانت كان النفسية بتاعت الجندي المصري بتاعك تحت الصفر. فانت كان اهداف الحرب بتاعتك ان اول واحدة ترفع الروح النفسية والروح القتالية للجندي المصري، انك تحدث اكبر ضرر في العدو، انك تحاول تسترد سيناء او تمهد الطريق لعمليه شامله انك تسترد فيها سيناء. حرب الاستنزاف ابتدت من بعد تنحي الرئيس جمال عبد الناصر ورجوعه تاني للحكم في 9 يونيو سنه 67، وانتهت بمبادره روجرز لوقف اطلاق النار يوم 8/8 سنه 1970. وطبعا المبادره دي لقت قبول من الطرفين وما التزمتش بها اسرائيل كالعاده. نتكلم عن حرب الاستنزاف شوية. هي كانت بتتكون من 3 مراحل. أول مرحلة مرحلة الصمود، بعد كده مرحلة التحدي، بعد كده مرحلة المواجهة. مرحلة الصمود كانت من 9 يونيو سنة 67 لحد أغسطس سنة 68. مرحلة التحدي كانت من سبتمبر سنة 68 لحد فبراير سنة 69. مرحلة المواجهة كانت من مارس سنة 69 لأغسطس سنة 70. المراحل دي حصل فيها كمية عمليات فدائية وبطولية للجيش المصري. انا حاولت ان انا المهم في حلقة واحدة، فعلا ما قدرتش، ولا هقدر المهم في 10 حلقات. كل عملية من العمليات دي محتاجة حلقة لوحدها تتشرح فيها، من روح قتالية، من روح فدائية للجنود المصريين غير عادية، من لياقة بدنية وصحة وتدريبات شاقة جدا 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 للعساكر. كانوا بيعملوا حاجة اسمها اختراق ضاحية، انك تقوم تجري تقوم من الصبح كده تجري على الصبح 35 كيلو. تمرين على انك تعبر قناة السويس، وانك تعبر ساتر ترابي زي خط بارليف مرة واثنين وثلاثة واربعة. تمرينات شاقة جدا، بس الجندي المصري كان بيتحملها وكان عايز يحرر ارضه. حرب الاستنزاف اللي ابتدت في 9 يونيو سنة 67 كان من ضمن العمليات اللي حصلت فيها عملية راس العش، عملية المدمرة إيلات، عملية ضرب المواقع بلوزة ورمانة، عملية الحفار كينتينج، عملية تساقط الفانتوم، عملية محاولة تحطيم خط بارليف. ومحاولة تحطيم خط بارليف دي حصل بعديها زيارة للفريق عبد المنعم رياض للموقع اللي كان حصل فيه تبادل إطلاق النار، واستشهد فيها العملية الفريق عبد المنعم رياض. وحصل بعديها رد فعل من الجانب المصري لعملية لسان التمساح، ابادوا كل الدشم وكل الفرقه اللي اصابت واستشهد فيها فريق عبد المنعم رياض. وكانت عباره عن 40 جندي اسرائيلي و3 مدرعات واكثر من 12 دبابه. وحابب النهارده ان انا اتكلم معاكم عن عمليه او عمليتين، لان انا فعلا مش هقدر اتكلم عن كل العمليات اللي حصلت في حرب الاستنزاف. بس العمليه اللي انا حابب فعلا اتكلم عليها هي عمليه راس العش. عمليه راس العش دي كانت من اوائل العمليات اللي حصلت بعد النكسه على طول. العملية ديت حصلت يوم 25 يونيو، يعني بعد النكسة بكام يوم، كان منها 3 أسابيع أو حاجة. فكان الجنود المصريين خارجين وهم حالفين إن إحنا مش هنرجع غير لما ناخد حق زمايلنا اللي ماتوا. العملية ديت كان في كتيبة اسمها كتيبة 43 صاعقة بقيادة الرائد سيد الشرقاوي، كانت معسكرة في مدرسة في بورسعيد اسمها مدرسة أشتون الجميل. جالهم يوم 25 يونيو وصل ضابط من المخابرات المصرية للمدرسة دي وبلغ الرائد سيد الشرقاوي إن العدو الصهيوني هيحاول يخش بورفؤاد من طريق معين قاله له على الخريطة. لأن المعلومة دي كانت جالنا من المخابرات بتاعتنا، زي عميد زي رافعت علي سليمان الجمال اللي هو رأفت الهجان المسلسل المشهور وكذا واحد. فالمخابرات عرفت عن طريقهم ان العدو الصهيوني هيحاول يخش بورفؤاد، لان كان حصل اجتماع ما بين موشي ديان وكذا واحد هناك وجولدا مائير، ان هم اعلنوا للشعب اليهودي
ان هم اول اجتماع لمجلس الوزراء هيكون في الفتره الجايه هيكون في بورفؤاد. وهم الكلام ده كله قبل حتى ما يحتل بورفؤاد، لان بورفؤاد كانت الحته الوحيده اللي في سيناء اللي ما احتلهاش العدو. فالرائد سيد الشرقاوي قال لضابط المخابرات لو عايزين يخشوا بورفؤاد هيخشوها على جثثنا. وبالفعل يوم 27 وصل الدعم لضابط الرائد سيد الشرقاوي، عبارة عن 6 RPG من طراز 7، وده سلاح روسي. لأن كان الرائد سيد الشرقاوي رد على ضابط المخابرات ساعتها، قال له أنا كل الأسلحة اللي معايا أسلحة خفيفة ومش هقدر إن أنا أدافع بيها، بس هحاول وهعمل اللي عليا. الضابط اول ما شاف الار بي جي كان قدامه مشكلتين. اول مشكله ان الار بي جي اللي جاله كان جاله من غير ذخيره، كان الاسلحه دي احنا لسه واخدينها من روسيا، ما استخدمتش خالص، والجنود ما يعرفوش عنها اي حاجه، وما كناش بنعرف حتى تشتغل ازاي. فلما جات له الذخيره الار بي جي دهوت كان جاي له من غير ذخيره، ودي كانت اول مشكله. المشكله الثانيه ان ما كانش عنده اي حد من الجنود استخدم الاسلحه دي قبل كده، ولا حتى يعرف عنها اي حاجه، لحد لما جاله جندي من الجنود اسمه جندي حسني سلامه. قال له انا شاركت في حرب اليمن وعندي خبره بالاسلحه دهيت اقدر ان انا اتعامل بيها. واختبروا فعلا الرائد سيد الشرقاوي على فك وتركيب والتنشين بالار بي جي، طبعا من غير ما يضرب لان الذخيره كانت قليله جدا. ولقاه ان هو نجح، قال له خلاص انت يا بطل مهمتك من النهارده ان انت تدرب باقي زملاتك على استخدام السلاح ده. وبالفعل من يوميها الرائد الجندي حسني سلامه هو بدأ يدرب اصدقائه على استخدام الار بي جي. بعد كده وصل لهم يوم 30 يونيو 67 وصل لهم خبر ان اليهود فعلا اتحركوا وبدأوا يخشوا في طريق عشان يوصلوا لبورفؤاد. اتحرك الرائد سيد الشرقاوي والجنود اللي معاه كانوا عباره عن 30 جندي، اتحركوا لحد منطقه ارشاد السفن اسمها راس العش. وكانت القوات البحريه مجهزه لهم لانش عدوا بيها قناه السويس، وقسموا نفسهم لمجموعتين. 18 جندي عدوا قناه السويس، و12 جندي فضلوا قاعدين غرب قناه السويس مستنيهم، عشان لا قدر الله لو العدو قدر ان هو يعدي المجموعه دي هم يحاولوا يعرقلوه باي طريقه. ودخل ال 18 جندي عبروا قناه السويس عن طريق الانشاط، وبداوا يعملوا حاجه اسمها الحفره البرميليه. الحفره البرميليه دي يعني يجيب حفره كده راسيه بتكفي لشخص واحد يبقى واقف فيها ومغطي دماغه كده بقش او باي حاجه، بحيث يبقى واقف كده يطلع يحارب منها وينزل تاني عشان لو في اي قصف طيران او اي حاجه. بدأوا الجنود فعلا ان هم يعملوا الحفره البرميليه بتاعتهم ويزرعوا قنابل الغام قبل الدبابات ما يجوا، علشان لما يجوا الدبابات يضربوا في اول لغم تبقى دي اشاره بدء التعامل مع القوات. طبعا اللي انا بكلمك فيه ده كله واللي هم عارفين ان العدو الصهيوني قبليهم ب 2 كيلو، لدرجه ان العدو الصهيوني كان بعت طياره استطلاع اسمها سوبر كرافت او مش فاكر اسمها ايه. فالطياره ديت كانت بتحلق اسمها سوبر باك اب، معلش اسمها سوبر باك اب. الطياره دي كانت بتتحرك قريبه جدا من الارض، لدرجه ان واحد من الابطال كان بيحكي بيقول ان احنا شفنا الطيار اللي سايق الطياره وهو يبص لنا وبيضحك، اللي هو بيقول ايه المجانين دول، الناس دي هندوسهم بالدبابات واحنا معديين. وبالفعل بدأت تتحرك القوى الإسرائيلية عشان تخش بورفؤاد، ومشيت في طريقها. هم كانوا شايفين كده ان احنا في غرب القناه في ناس واقفه وفي شرق القناه في ناس واقفه، فبداوا ان هم يضربوا المدفعيه وبالدبابات على الناس اللي غرب القناه، لان هم قالوا ان الناس دي احنا ما اعتبرهمش في دماغهم اصلا، واحنا هندوسهم بالدبابات وهنمشي عليهم. هم اللي هم ايه، ناس قريبه هنتعامل معاهم بسهوله، لكن الناس دي هيبقوا بعيده عننا. ومن اخر ضوء للنهار بدأوا يضربوهم بالمدفعيه ويضربوهم بالدبابات علشان يقضوا عليهم، لحد لما ضربوا صهريج ميه كبير جدا هناك، ويكاد يكون اباد ال 12 او ال 18 جندي اللي كانوا واقفين هناك، لان هم ما سمعوش منهم اي ضرب نار في الجهه دي. فالعدو الاسرائيلي كده عرف ان الفرقه دي كده خلاص خلصت، ومش باقي قدامه غير الفرقه القليله اللي كانت ماشيه قدامه. فمشي العدو باتجاه الجنود اللي موجوده، اللي هو استاذ حسني سلامه والناس اللي معاه.
ومن اول لغم انفجر في الدبابه في اول مدرعه ماشيه عليهم، دي كانت اشاره البدء واطلاق النار. استماتوا الجنود المصريين في الدفاع عن ارضهم، وبقى الجندي حسني سلامه يتنقل من عسكري لعسكري، لان هو قدر يعلمهم ازاي يفكوا ويركبوا ويعمروا الار بي جي، وما قدرش يعلمهم ازاي يضربوا بيه، لان ما كانش فيه ذخيره جامده، ما قدروش يتعلموا تعليم او يتدربوا تدريب مدرب عليه. بدأ الجندي حسني سلامة يتنقل من عسكري لآخر لعسكري لآخر، يروح للعسكري ده يضرب من عنده، ويكون قايل للعساكر كلها بعد ما اضرب الطلقة اللي عندك اتحرك من المكان ده للمكان ده، علشان الجنود الإسرائيليين ما يبقوش عارفوا مكان الضرب بتاع الار بي جي فيضربوا عليه. فأنت اتحرك من مكان لمكان، وهو بدأ يروح لهم من واحد للتاني للتالت الرابع. خسر العدو الاسرائيلي في خلال المواجهه ديت اكتر من 13 دبابه من خمس مجنزرات، اكتر من 300 جندي اسرائيلي. قعد يحاربوا في المعركه دهيت اكتر من 5 ساعات، من الساعه 6 المغرب لحد الساعه 11 بالليل، في تبادل اطلاق نار مستميت من الجنود المصريين، لحد لما وقف اطلاق النار خالص من الجانب الاسرائيلي. مفيش ولا طلقه اتضربت عليهم، لدرجه ان الجنود المصريين شكوا ان في حاجه غلط، الناس دي واقفه ليه؟ وفي سرعه بديهه حصلت من الجندي حسني سلامه، ان هو قال بما ان الجنود الاسرائيليه لسه واقفه قدامنا وما بيضربوش نار، يبقى هم اكيد في حاجه ورانا، هم خايفين يضربوها، هم خايفين يضربوا نار فيسيبوها. فتوقع الجندي حسن سلامه ان في تطويق بيحصل لهم فعلا من الخلف من الجنود الاسرائيليه، وبالفعل كان في 7 جنود لفوا من وراهم، وهم سمعوا الصوت جاي من وراهم بلغه عربيه صريحه بيقول لهم استسلموا ونزلوا اسلحتكم على الارض. فبدا يصرخ الجندي حسني سلامه في جنوده: انزلوا تحت، انزلوا تحت، يعني انزلوا في الحفر بتاعتكم، يهود ورانا، يهود ورانا. وطلع يجري على مدفع الجرينوف اللي كان موجود، وبدأ يطلق في اتجاه الصوت اللي سمعه من ورا، وما وقفش لحد لما تأكد ان كل الجنود اللي كانوا مطولين من ورا ماتوا كلهم، وقضى عليها. ورجع تاني القصف بقوة جدا من الجنود الإسرائيليين اللي قدام، بالمحاولة ان هم يموتوا كل الجنود المصرية. لكن الجنود المصرية كانوا اكاد اقول لك ان هم قرود بيتحركوا بخفة وشراسة، اللي هم هيشربوا من دم الناس اليهود دول، ولا هيعدوا علينا. عايزين تعدوا على الارض لازم تعدوا على جثثنا. لحد لما بدأ الجنود الإسرائيلية ان هم يرموا قنابل مضيئة، فبدأت القنابل دي تكشف أماكن وجود الجنود المصرية. فبدأ نخسر جزء كبير جدا 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 من جنودنا من بعد ما بدأوا يستخدموا القنابل دي. لكن اللي حصل ده ما أثرش الرعب في الجنود المصرية، بل ظلوا يقاتلوا لحد لما استشهد عدد كبير جدا 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 منهم، وأصيب بالباقي، لحد لما وقف إطلاق النار من الجنود الإسرائيليين، وبدأوا يسمعوا على صوت الفجر كده على الساعة 2 بالليل المجنزرات والدبابات اللي باقيه بدات تنسحب للعدو، وقدروا ان هم يوقفوا الجنود الاسرائيليين ان هم يعبروا قناه السويس او ياخدوا بور فؤاد ب 30 جندي مصري باسلحه خفيفه. ودي كانت اقوى واشرس معركه، والمعركه دي كان ليها فضل كبير جدا 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 في رفع الروح المعنويه في الشعب المصري وفي الجنود المصريه، ان 30 ذكر من رجالتنا قدروا يوقفوا كتيبه كامله من اليهود، من 13 دبابه، 5 مجنزرات، 300 جندي. ودي كانت معركه راس العش اللي انتصر فيها الجانب المصري على الجانب الاسرائيلي. وكان في معركة تانية اسمها المدمرة إيلات. معركة المدمرة إيلات دي كانت في 21 أكتوبر سنة 67. وبالذات المدمرة إيلات دي كان ليها قصة شوية كده مع الجيش المصري، إن كان في الحرب العالمية مش أنا آسف، في 48 مش آسف، في 48 كان القوات المصرية، القوات البحرية المصرية، كان في مدمرة فيها اسمها مدمرة إبراهيم باشا، كانت اشتبكت مع العدو الإسرائيلي في البحر المتوسط، وبدأوا يضربوا بعض بيها جامد لحد لما اتحصرت المدمرة إبراهيم باشا. وبدأوا يكلموا القيادات في مصر يقول لهم إن إحنا اتحصرنا، فإحنا مفيش قدامنا غير حل من الاثنين. اول حل اللي احنا نستأثر، اللي هو احنا نقع في القصر يعني ونسلم نفسنا للعدو اليهودي، او ان احنا نغرق المدمره ونستشهد كلنا.
جالهم الرد من القيادات المصريه: لا ما تسلموش المدمره، غرقوها واحنا هنعتبركم شهداء، وان الله ربنا معاك، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا. بالفعل بدأوا إن هم يرفعوا الصمامات بحيث المية تخش في أماكن المفروض ما تخشش فيها في السفينة علشان السفينة تغرق، ولكن للأسف جم يرفعوا الصمامات طلعت معلقة، السفينة ما غرقتش والسفينة وقعت في القصر. خد اليهود السفينة دهيت وأجروا عليها الكثير من التعديلات وعدلوها، وبقت فخر البحرية الإسرائيلية، لدرجة إن هم كانوا بيقولوا إن هي بقت نص البحرية الإسرائيلية في المدمرة دهيت، وسموها المدمرة إيلات. فعلشان كده الشعب المصري كان عارف ان المدمره دي بتاعتنا واحنا لازم نشترك معاها ونوقعها. وبالفعل في 21/10/67 كانت المدمره ايلات بتستعرض قوتها عشان تفرض صدرتها على قناه السويس، ودخل معاها لانشين قاذف للصواريخ من قاذف للتوربيدات من الجيش المصري، وابادوها اباده كامله وغرقوها، وخسروا على متنها اكتر من 100 جندي من البحريه الاسرائيليه، واكتر من 50 طالب اكاديميه بيتدربوا عليها من الاكاديميه الاسرائيليه. وبعد كده استسمحت القوات الاسرائيليه القوات المصريه ان هم ينزلوا وينتشلوا جثث ضباط اليهود من البحر، ووافقت القوات المصريه ان هم يعملوا كده. وكانت فضيحه كبيره جدا 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 لاسرائيل، لانها في اول ايام حرب الاستنزاف خسرت المدمره ايلات، وبعديها بفتره مش كبيره قوي في 1970 تقريبا دمرنا اللي هو جه في الفيلم الرصيف الحربي بتشيفع وبتيم في ميناء ايلات نفسه، وقدرنا ان احنا نبيدهم كلهم. دي كانت من اشرس معركتين حصلوا في حرب الاستنزاف. المعركتين دول انا فعلا بحبهم وبحب اتكلم فيهم كتير جدا، لان حصل فيهم كميه بطولات. حرب الاستنزاف كلها على بعضها ما خدتش حقها في التاريخ. لازم في ناس عايشه لحد دلوقتي كانوا موجودين في حرب الاستنزاف، لازم نسمع منهم ونعرف البطولات اللي حصلت، لان حصل بطولات كتيره جدا جدا فيها، زي في معركه اسمها الجزيره الخضراء، في كذا معركه حصلت فيها بطولات رائعه واسود من الجيش المصري، بس ما اتذكرتش قوي. وفي اخر الحلقه احب اقرا كومنتاتكم، لو في اي حد عنده خبره او اي حد عنده معلومه عن بطولات حصلت في الحرب دهيت يا ريت تشاركنا بيها، لان انا فعلا هفرح بيها قوي. بس كده يا سيدي، اشوفكم دايما على خير. سلام.